كان في اجتماع من ايام ما بين رئيس نادي الزمالك الاستاذ مرتضى منصور ورئيس شركه الكره السابق في النادي الاهلي الاستاذ ياسين منصور، لكن ده مش المسمى اللي ممكن تسميه وقت الكلام عن القعده دي. هو هتسميه رجل الاعمال ياسين منصور. اجتمعا بالتنسيق، واللي نسق هو الاستاذ عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكره الاسبق، او عشان تسميها بالصح رجل الأعمال عمرو الجنايني، أو برضو ممكن تسميه عضو مجلس إدارة نادي الزمالك الأسبق. اللي حصل إن رئيس الزمالك كلم عضو مجلس الإدارة السابق في الزمالك وقال له إنه عقد المحلات المستأجرة من جانب رجل الأعمال الأهلاوي قد انتهى، فإيه الأخبار على مستوى التجديد؟ الزمالك وده على فكرة أعلن تفاصيل منه رئيس الزمالك في الأيام اللي فاتت، وهو ما فاجأ رجل الأعمال الأهلاوي ورجل الأعمال الزملكاوي. بالمناسبة تفاجئاه، لأن القعدة كانت المفروض بالاتفاق بعيد عشان ما حدش يتكلم عليها، فهو طلع يتكلم عليها، فطب عملناها بعيد ليه؟ لكن اللي حصل فيها إنه تمام، تعالوا نجدد العقد. الزمالك بيمر بأزمة مادية معلنة من جانب الزمالك نفسه، وبناء عليه محتاج لأي سيولة مادية. فطيب تعالى مع بعض نأجر المحلات مرة تانية، مش عارف كم محل، أعتقد يقال 12، لست متأكدا. فتعالوا نعملها ل10 ل15 سنة مقبلين، فناخد، انت هتبقى مستفيد ان انت بتاخد ل12 سنة جاية من غير ما نزود المقابل بتاعها الزيادة المحتملة بعد 12 سنة أو 15 سنة. لكن في نفس الوقت أنا مستفيد انك هتدفع لي دلوقتي، فهتضخ لي فلوس دلوقتي. فرجل الأعمال مستفيد، والزمالك مستفيد استفادة حالية. فحتى التساؤل اللي بيقولوا أعضاء مجلس إدارة الزمالك السابقين أو الجمهور الزملكاوي منطقي، في فكرة إنه طب ما أنت كده لاحقا الزمالك هيعاني مستقبلا على مستوى الفلوس باعتبار ده مصدر دخل. هيقول لك الرد الناحية التانية إنه طب ما أنا في أزمة أحلها إزاي؟ وهيرد رد قانوني إنه المديرية الشباب والرياضة تعلم عن هذا الأمر، وإنه مش هقدر أساسا أأجر ما هو أعلى من فترة تواجدي كمجلس إدارة إلا بموافقة المديرية. فإذا تم التوقيع على العقود مش هيكون إلا بموافقة مديرية الشباب والرياضة أو الجهة الإدارية، وده اللي بيرد بيه الزمالك على هذا الأمر. لكن علشان كده رئيس الزمالك أستاذ مرتضى منصور قال من يومين إنه انتهت الأزمة وهتحل القصة وملهاش علاقة بالحجز على الأرصدة.